اهلا وسهلا ومرحبا باحلى دياموندات. كدايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان؟ شوفوا عارفه راسي غبرت عليكم بزاف، ولكن والله العظيم نتوما عارفين ملي كيقرب العيد كيف داك الماراثون ديال التخمال والشقه اللي ما كيساليش. والله ما سالت امتى نكتب لكم نسجل. عرفتوا صافي حتى كنبروغرامي ان هذا النهار راه غادي نوض نسجل فيه، ولا كيخرج شي بلان صافي وكتصدق ليا كلشي. ولكن هاني جيت ما جبتش لكم بيدي خاويين، جبت لكم واحد الموضوع اللي زوين بزاف وفيه ما يتقال. ايوا يا لالا، الا كان عندك شي حوايج محطوطين نوضي طويهم، تلقى لي هذا البودكاست بقيت طوي انا غسل الميعن وخدي ضمينتك وتصنتي لي مزيان. والا ما كنتي كديري والو سيري شي بلاصه مكالمه قادي شكوي ديال الاتاي ولا قهوه واسمعي هذا البودكاست حيت بصح غادي يقيسك. اجي بعدا هذا الا كنتي مشتركه في القناه شنو كتسناي؟ حقت بيكم شفتوا. المهم اللي باقا مشتركه في القناه تشترك دابا وتفعل زر الجرس باش اي فيديو حطيته يوصلك حتى الاولى، وخلي شي كومونتير زوين ونقي بحالكم. يلا دابا ركزوا معايا مزيان وخلينا ندخلوا في الموضوع ديالنا. شحال مره بغيتي ديري شي حاجه في حياتك، لبسه عجباتك بغيتي تلبسيها، خطوه جديده في قرايتك او خدمتك كنتي باغا ديريها، او قرار كيتعلق بمستقبلك وبحياتك الشخصيه، ولكن وقفتي في اخر لحظه، ماشي حيت ما قادراش وماشي حيت ما باغاش، بالعكس، ولكن حيت طاح لك داك السؤال اللي ديما كيرجعك للور. والا شافوني الناس شنو غيقولوا عليا؟ اليوم البنات غادي يهضروا على السجن الخفي، سجن كلام الناس، وكيفاش بزاف ديال البنات كيبقاو يدوها فيه حتى كيجيبوها غير في رياسهم. شوفوا بزاف البنات كبروا مبرمجين على فكره شنو هي الجيران وشنو يقولوا العائله. هاد الخوف كيبدا كفكره صغيره، ولكن مع الوقت كيولي بحال شي ضبابه. فهمتوا اللي كتعمل حنا اصلا اش باغيين نديرو؟ الغلط الكبير اللي كنديروه اللي كنطيحوا فيه هو فاش كنربطوا قيمتنا كبنات برده ديال الاخرين. كيبقاو بنات يدوها في كلمات فلان ونرات هاد فلانه وهذاك اللي كتطلع فيك وتشوفيك من فوق لتحت، والنتيجه كيجيبوها غير في رياسهم وثقتهم كامله كتهرس. خلينا نكون واقعيين صريحين مع رياسنا. هاد الخوف كامل شنو كتعرف في المقابل؟ والو، كتخلي على حلمك موهبتك. دابا شحال من وحده فينا تخلات على حلمها، شحال من وحده فينا لغات شحال من حاجه، شحال من وحده فينا دابا عندها صوت زوين في الحكايات، ولا كتعرف ترسم، ولا باغا دير شي مشروع ديالها الخاص، ولكن تراجعت حيت قالوا لها داك الشيء ما يليقش ليك، اولا كيقولوا لها اولا حاجه اللي عجبك ديري فيه، اولا كتولي تلبسي وتصرفي بطريقه ما كتمثلكش. دابا شحال من وحده كتحرم راسها من بزاف ديال الحوايج، علاش؟ غير باش تفادى نظرات النميمه ديال بنادم. كنولوا عايشين في واحد توتر مستمر. راه شوف البنات، راه مستحيل انك ترضي كل شيء. الناس راه غيلقاو فيك العيب كيف ما درتي، الا نجحتي غيقولوا طغات وتكبرات، والا فشلتي غيقولوا مسكينه ما فيها فايده. المشكله الحقيقيه البنات هي فاش كنولوا نشوفوا راسنا بعين الناس ماشي بعيننا حنا، كتولي قيمتك طالعه وهابطه على حسب شحال من واحد شكرك اليوم وشحال من واحد انتقدك. واحد نهار كتقرات واحد القصه هي قديمه ولكن العبره ديالها زوينه بزاف، قصه جحا وولدو الحمار ديالهم. نهار ركبوا بجوج فوق الحمار، الناس شنو قالوا؟ شوفوا على قله الرحمه، ركبوا بجوج فوق الحمار مسكين. نهار نزل جحا وركب ولده، الناس شنو قالوا؟ شوفوا على قله الاداب، الدري راكب مخلي با يشتباني غادي على رجليه. نهار نزل الولد وركب جحا، شوفوا على اب شحال قاسي، راكب مخلي ولده الصغير تابع حفيان. نهار نزلوا بجوج وتمشاو وخلوا الحمار غادي خاوي، الناس ضحكوا قالوا شوفوا على الغباء، عندهم حمار متمشي على رجليهم. البنات راه فاش كتاملوا هاد القصه كتعرفوا بلي كلام الناس ماشي حد انت هكا غلاضيتي ولا رقاقيتي، وماشي حد نجحتي ولا فشلتي. كلام الناس كاين حيت هما طبيعتهم كيبغيو يهضروا صافي. بنادم كيعمر به الفراغ في حياته، هما غيهضروا عليك 5 دقائق ويمشيو يتعشاو وناس مرتاحين، ولكن انت غتبقاي سهرانه وتفكري في ديك الهضره وتمرضي في صحتك سيمانه كامله. واش هادشي ماشي بحد ذاته اكبر غباء اللي كنجيبوه في حق ريوسنا؟ غنعطيكم واحد المثال صغير كلنا واقع علينا. فاش كتكوني غاده في الزنقه وكطيحي، اول حاجه كديرها شنو هي؟ واش كتشوفي واش رجلك ضراتك؟ واش تقصحتي؟ طبيعه الحال لا. الملاحظه الاولى واللا اراديه هي كدوري وجهك يمين شمال وتشوفي شكون اللي شافك وشكون يضحك عليك. هاد اللقطه البسيطه كتلخص بزاف ديال الحوايج. حنا مستعدين نساو الوجه ديالنا ونساو حتى ريوسنا غير باش ما نكونوش محيط الانظار وانتقادات ديال الناس. ولكن بغيتك تسولي راسك واحد السؤال وجاوبيني عليه بكل صراحه. هاد الناس اللي خايفه من كلامهم ونظرتهم
النهار كتمر بشي ازمه نفسيه، واش هما اللي كيوقفوا معاك؟ النهار كيطيح بك الضيم بالليل وتبكي وتشكي في راسك حتى كيضرك عينك وتشدك الخنقه. شكون كيمسح لك دموعك؟ وشكون اللي كيواسيك؟ واش كلامهم غيخلص لك الكره؟ غيجيب لك النجاح؟ غيبني لك مستقبلك؟ او غيعطيك راحه البال؟ الجواب هو لا والف لا. وفي الاخر البنات بغيت نقول لكم ان العمر كيدوز مره واحده، والوقت فاش كيفوت ما كيرجعش للور. النهار غيدوز السنين وتلقى راسك كبرتي وشعرك بدا كيشيب، الحاجه الوحيده اللي غتندمي عليها ماشي الاخطاء اللي درتيها، حيت الاخطاء كنتعلموا منها، بل غتندمي على الحاجات اللي كنتي باغيه ديريهم وحابساها في قلبك وما درتيهمش غير حيت خفتي من الهضره ديال الناس. واش هاد الناس اللي كنتي خايفه من النظره ديالهم واش باقين معاك؟ واش عاقلين كاع على داك القرار اللي حرقتي عليه دمك؟ الجواب هو لا. هادوك الناس كل واحد فيهم غارق في حياته وفي همومه وفي احلامه هو، حتى واحد فيهم ما غيعيش في بلاصتك ولا غيحس بالندم اللي في قلبك. نهار تشوفي قطار العمر داز وانت مازال واقفه في بلاصتك غير حيت خفتي من النظره اللي غيدوزو شي نهار وينساو على سميتك كاع. لهذا عيشي حياتك بالطريقه اللي كتشبه ليك، بالقيم اللي كتمثلك، وديري الحاجه اللي كتفرح قلبك وتخليك فخوره براسك، حيت في الاخر هذه حياتك انت وقصتك انتيا، وانت البطل الوحيد اللي غتحاسبي على نهايتها. خليك ديما شجاعه وخرجي كاع داكشي اللي في قلبك للوجود. كلام الناس البنات راه بحال الريح كيدوز ويغبر، اما انت اللي غتعيشي مع قراراتك ومع حياتك، فما تخليش حياتك تكون مجرد رد فعل داكشي اللي باغي الناس الاخرين. تهلاي في راسك، عيشي حياتك بالطريقه اللي غترضي الله وترضيك، وسقي في طريقك وحطي في بالك ديما باللي رضا الناس غايه لا تدرك، ورضاك على نفسك وثقتك في راسك هما الساس اللي يخلوك واقفه ديما بحال الجبل وما يهزك ريح. وبهذا البنات نكون وصلنا لنهايه الحلقه ديالنا اليوم. ما تنساوش تخلوا لي ارائكم وتجاربكم في التعاليق، واش عمركم ضيعتوا شي فرصه غير حيت خفتوا من الهضره ديال الناس، وكيفاش تجاوزتوا هذا الخوف. والى عجبتكم الحلقه ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك في القناه وفعلوا جرس الجرس باش اي فيديو حطيتو يوصلكم تما الاولين، وبارطاجيو هذا الفيديو مع اي واحد محتاج يسمع الهضره. كنموت عليكم، نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.